كلمة ورد غطاها بالنسبة ومن الآخر يعني بالنسبة للتعامل مع حالات ارتفاع درجة الحرارة. احنا دلوقتي في بداية موسم الشتاء، خلي بالكم احنا لسه في بداية موسم الشتاء. الشتاء جغرافيا يوم 21 أو 22 ديسمبر، احنا النهاردة الثلاثاء 12 ديسمبر. فهنتكلم كلمتين ازاي الأم تتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة لطفلها. أول حاجة أي أم يا جماعة يفضل إن يكون عندها ترمومتر بقي زي ده. ده أظبط ترمومترات أو مقاييس درجات الحرارة. أنا لازم طبعا بشوف كده، بفتح الترمومتر وبعد كده بنطره كويس كده، وبعد كده في خط أسمر رفيع جدا أرفع من فتلة الخياطة، بيبقى موجود في الخلفية بتاعة الترمومتر. لازم يكون تحت 36 مثلا درجة عشان أبدأ أقيس درجة الحرارة. بحط الترمومتر ده تحت باط طفلي وبسيبه لمدة 5 دقايق، ولازم أكون قافل على الباط كويس. وبعد كده بشوفه أرفعه وأشوف درجة الحرارة وصلت لحد كام. طيب في أنواع تانية من الترمومترات في أنواع كتير. في نوع تاني اللي هو مقياس عن طريق الأذن، بس ده بيكون غالي وده دقيق جدا. وفي الشريط وده طبعا سيء جدا. وفي المقياس الديجيتال. المقياس الديجيتال هو عيبه كان هنا دلوقتي، اللي هو اللي عليه قراءة يعني عليه أرقام. ده عيبه الوحيد إن هي لو البطارية بتاعته قربت تخلص فما بيكونش بيدي قراءة سليمة. يبقى إذا الخلاصة الحاجة الرخيصة والدقيقة اللي هي الترمومتر. طيب يا دكتور محمد أنا قست لابني دلوقتي درجة الحرارة ولقيتها مثلا 39، واديته فلان وعلان وترتان وأنواع كتيرة جدا من خوافض الحرارة، بس الحرارة تنزل شوية وتطلع. عمر درجة الحرارة ما هتنزل طالما فوق 38.5 بمخفضات الحرارة، لأنها بمنتهى البساطة بتخش جوه الجسم وبتتكسر. طيب الحل إيه في حالة زي كده؟ الحل في الحالة دي إن أنا بعمل له كمادات. كمادات إزاي؟ طبعا في أخطاء شائعة جدا بالنسبة لموضوع الكمادات. الأم بتحط فوطة كده على جبهة الطفل بتاعها، ولو اترعش منها ولا اي حاجه بتروح شايلاها وضمها وتقول ده بيترعش والحاجات دي كلها. انا هعرفك في الفيديو دلوقتي ان شاء الله الطريقه المثاليه اللي هي لو طبقتيها على درجه الحراره حتى لو كانت 41 درجه الحراره بتنزل بمشيئه الله ان شاء الله بتنزل ل 37.5 او 38 الا حاجه بسيطه كمان. بعد كده بديله خافض حراره بيبدا يشتغل خافض الحراره وبيجيب النتيجه المرجوه. ايه بقى هي الطريقه المثاليه لعمايل الكمادات بالنسبه لطفلي وبالنسبه لكل الاعمار على فكره مش الاطفال بس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو الجاي. اوعوا تروحوا في اي حته وخليكم معانا.